بعد سنين من الطرف والظلم في قصور بني أمية بيظهر رجل بيقلب الموازين كلها. رجل ما كانش عنده جيش ضخم ولا عاش كتير، بس حكم بالعدل فخلد اسمه في التاريخ. احنا النهارده بنتكلم عن عمر بن عبد العزيز، الخليفة اللي الناس سموه خامس الخلفاء الراشدين. ولد في المدينة سنة 61 للهجرة، لأب من أمراء بني أمية وأم حفيدة لعمر بن الخطاب. نشأ بين العلم والتقوى، وتربى على إيد عبد الله بن عمر وفي مجالس علماء المدينة، فجمع بين فقه الدين وحكمة الحكم. ولما تولى الخلافة سنة 99 هجرية كانت الدولة الأموية في قمة اتساعها، لكن مليانة بالظلم والفساد، وبيوت الأمراء كانت مليانة بالمال والطرف. وفي أول يوم له في الحكم خطب في الناس وقال: إنما أنا واحد منكم، إن أطعتموني أعنتكم، وإن عصيت الله فقوموني. كانت أول قراراته هي رد المظالم ورجع الأراضي المنهوبة لأصحابها، وكمان وقف الرواتب الضخمة اللي كانت بتتصرف لأمراء بني أمية. عمر بن عبد العزيز كان شخص زاهد في الدنيا، متواضع في الحكم، لبسه كان بسيط وأكله كمان كان قليل، ومن كتر السهر والبكاء وجهه تغير. ولما سألوه: يا أمير المؤمنين، ما بالك قد نحلت؟ قال: إني وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ففكرت في الجائع والمريض والمظلوم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعا، فخشيت ألا يكون لي جواب إلا المغفرة. فعهده عم العدل، حتى قيل أنهم لم يجدوا فقيرا يأخذ الزكاة، وكان الذئب بيرعى بجانب الغنم لا يؤذيها من شدة الأمان. بس عدله ده أزعج ناس كتير، وقيل إن هم دسوا له السم ومرض ومات وهو شاب لم يتجاوز 40. مات وهو بيقول: اللهم إنك كنت تعلم أني ما أردت إلا وجهك. 2.5 سنين بس هم حكم عمر بن عبد العزيز. حكم حكم غير وجه التاريخ، رحل وترك خلفه أعظم درس: إن العدل لوحده كفيل إنه يحيي أمة.